طيب سي البشير، بصفتك كنت موجود في القطر الليبي عن قرب، يعني لمست المشاكل والتعقيدات المطروحة كما كان يحكي سي المودي. يعني هل هذا الصراع هو فقط صراع من أجل فكر أو عقيدة أو يعني جماعات إسلامية ربما متشددة تريد السيطرة، أم أن المسألة أعمق بكثير؟ هل أن هناك قوى دولية تراهن على وجودها في القطر الليبي عندها مصالح؟ هل أنه ربما البعض يتحدث عن أن النظام القديم يعود بثوب جديد وتحت مسميات جديدة؟ يعني خلط بقرب هذا الوضع، كيف تقيم هذه الآراء؟ أنا تواصل مع كلام الدكتور. نعتقد اللي آليات التحليل لازمها تكون متواصلة ولا متلائمة مع الواقع في ليبيا. الناس تقدم الصراع في ليبيا لأنه بين إسلاميين وغير إسلاميين. في تقديرنا الصراع هو أساسا بين ناس قامت بثورة وكانت معالم الثورة واضحة وثورة ليبية مسلحة، وناس خسرت أماكنها وخسرت مصالحها في الثورة تريد ترجع بشكل من الأشكال. الفارق ممكن الأساسي بين الثورة اللي صارت في ليبيا وبقية الثورات الربيع العربي أنه الثورة الليبية كانت مسلحة، والثوار في ليبيا طبعا يشوفوا في اللي صاير معناها في دول الربيع العربي من إمكانية عودة النظام القديم، فبقات أيديهم على الزناد. فهذا يطرح تحدي، معناها تحدي حقيقي. كيفاش الناس هذم اللي ثاروا اللي ما همش كل بالضرورة معناها ناس نتاع سلاح ولا ناس يمكن إدماجهم في سلك مختلف الأسلاك الأمنية ولا الدفاعية. التحدي الأساسي هو جمع السلاح والناس هذوما رجوع من الناس إلى سائر أعمالها. هذا جزء أول. الجزء الثاني في تقديرنا أنه خاصة في مهمة تونس أو في مهمة تونس مما يصير في ليبيا، شنو نجموا نعملوا، شنو نجموا نقدموا، شنو الأدوار اللي ممكن احنا طرحين على أنفسنا وشنو هي اللي نجم نأثروا فيه. لكن سي بشير عفوا، قبل التعمق في الانعكاسات الأزمة الليبية على تونس، احنا نحبوا نفهموا ونفكوا المشهد الليبي. يعني المشهد الليبي اليوم علاش وصل للدرجة هذه، ولاش وصلنا أنه نحكيوا على قصف المطار، أنه وصلنا نحكيوا على حرق آبار من النفط أو خزانات من النفط. يعني الأمور وصلت اليوم إلى أخطر نقطة ربما منذ 2011، منذ سقوط القذافي. يعني تفكيكا للمشهد الليبي نحن نحاول أن نفهم الرهانات الموجودة الآن قبل أن نتحدث عن ذلك لاحقا. تأثيرات هذا على الشعب التونسي والقطر التونسي. طبعا هذا ممكن التحليل فيها والحديث فيه يمكن بالضرورة نرجع إلى طبيعة النظام اللي كان موجود في ليبيا. طبيعة نظام معمر القذافي اللي كان شخص وشخص يجمع حوله معناها عصبة قبلية متقاطعة مع المسألة المناطقية، متقاطعة مع المسألة الإثنية. فسقوط الشخص هذا الذي لم يكن نظام بالمعنى الحقيقي للكلمة أنتج فوضى، والفوضى اللي نتجت كل طرف من الأطراف اللي كانت مستفادة من النظام هذا. طبعا هذا ماهوش نظام عادي، هذا نظام فيه بترول وفيه مصالح وفيه 40 سنة من استنزاف لثروة الشعب الليبي، واستنزاف لصالح أشخاص طبعا، لصالح مناطق، لصالح فئات من الشعب الليبي. سقوط المنظومة هذه بالتأكيد باش ينتج عليها صراعات ممكن تاخذ فتره. خاصه احنا شفنا اللي صار مثلا ما بين مصراتة وما بين ورشفانه، معناها اشياء حتى يختلط فيها التاريخي بالاجتماعي، ومعناها ويكون الصعب نتاعها ويكون الحل نتاعها ماهوش بالسهل. فجزء من الحل هو الوقت، لكن الوقت للاسف الشديد ماهوش في صالح الليبي. نحكيو على الطرح الليبي صعيب على التوانسه، المسار الانتقالي اللي في المتناول تونس اما صعيب اللي في تونس اليوم في خطر اذا كان نحطوه في علاقه وثيقه باللي قاعد يصير في ليبيا. اعطينا ساعه اللي في ليبيا المسار الانتقالي اليوم وين ماشي؟ المسار الانتقالي كما تكلم الدكتور معناها الان في مجلس النواب تم انتخابه. فما جدل ولغط تثير حول انعقاده في مدينه طبرق، قانوني مش قانوني، بلغ النصاب ما بلغش النصاب، ناس معناها ما مشاتش. قبل ذلك انا باش نرجع ممكن تاصيل الممارسه السياسيه في ليبيا ونقطه ذكرها الدكتور، قضيه الاحزاب وعلاش الليبيين ما يحبوش الاحزاب. هذا ممكن نجموا نرجعوا له حوالي 40 سنه التالي. القذافي معناها هو النظام اللي جا به انه من تحزب خان من الدوله الليبيه في 1951 الدوله المستقله من المان منعت الاحزاب.
كان في مع الملك السنوسي معنا. كان النهار الملكيه كانت ممكن اقل الحده لا مكتوب في الدستور. لا نحكي حتى في ترك المجال للفعل المدني. القذافي كان معناها تصحر، صارم. تصحر. ف40 سنه ولذا زاد حدث مع بن علي تقريبا بشكل ما ممكن في ليبيا كان اوضح، لانه 40 سنه وشخص واحد ارسى منظومه من تحزب خان اللي ترتقي عند بعض الليبيين الى الان. في تونس عندنا النقابه ترتقي عند بعض الليبيين الى درجه معناها مقدسه. فلازم نفهموا المساله في الاطار هذا، انه 40 سنه الناس رافضه الاحزاب، وممكن من الاخطاء، وتكلم الدكتور على الاخطاء، من الاخطاء الطبقه السياسيه الليبيه انها مشات الاحزاب. ممكن لو كان فما اشكال اخرى نتاع تنظم ممكن كانت تقبل شعبيا وكان يتم اليوم بعد ما الليبيين عملوا ثورتهم، القذافي تنحى، بدينا حسينا فما تغير، فما انتخاب المجلس الوطني الليبي، قام باعمال معناتها معينه، مشى سن قوانين كذا، لكن هذا الانقلاب فجاه على هذا المسار الانتقالي، اللواء حفتر المنشق من بنغازي يبشر بعمليه الكرامه وتقويض بين ظفرين اسس الدوله لاعاده بناء دوله حديثه. يعني هذا الكل اليوم نتسائلوا علاش بعد 3 سنين يصير هذا الكل، والحين انه رينا انه ليبيا كانت ماشيه بخطوات يعني واضحه نحو الديمقراطيه. قد تكون الخطوات الواضحه او اللي ترأت للناس انها واضحه هي قضيه تنظيم الانتخابات او قضيه ايجاد تمثيليه ما، لكن هذه نرجع ونعود من الاول انها اذا كان ما كانتش مؤسسه على فهم حقيقي العمليه الديمقراطيه ما عندوش معنى كبير، لانه توا حسينا وكانوا النخبه السياسيه الليبيه وين يصير مأزق او يصير مشكله يلا نمشوا للانتخابات، في حين انه المساله ما تحلش بالطريقه هذه، لان الانتخابات اذا ما عندهاش اجواء وما عندهاش ارضيه وما عندهاش قبول بما ستفرزه ما منحت شيء. واذا كان ايضا الانتخابات او السياسيين كل سياسي عنده رديفه العسكري او الميداني اللي ما ينجمش يحقه في تحت قوه البرلمان او في الحكومه يضغط بشكل غير مباشر بتنظيمات، فما نجموش نقدموا كثير. المساله معناها اذا تحسم بشكل، انا نذكر مثلا قانون العزل السياسي اللي معناها ممكن كان مشحف في حق الليبيين انفسهم، معناها حرم تقريبا الليبيين من عام 69 من كل الوظائف على راسهم معناها راس السلطه التنفيذيه. لكن اليوم ما نراه يعني من ضرب مطار، من حرق خزانات نفط، من ضرب ابار للنفط، من يعني تقويض الاسس الاقتصاديه للمشهد الاقتصادي الليبي، هل انه هذا سيطول؟ هل انه هناك استفاقه قريبه ستكون؟ مثلا السفير التونسي في ليبيا سيد رضا البوكادي قال انه الوضع لا يكاد يكون استثنائي في بعض المناطق، هناك مثلث في طرابلس تدور فيه الصراعات، يعني بعض المناطق في بنغازي، لكن الوضع بصفه عامه امن واسس الدوله الليبيه الحديثه موجوده. يعني هل تشاطر هذا الكلام؟ هو باش مع التوصيف الصادق والصحيح للوضعيه ما هوش ما نشاهده في وسائل الاعلام من انه ليبيا انتهت ومن انه ما فيش، هذا في جزء كبير منه ممكن يدخل تحت باب البانيك، معناها خوف اكثر من اللازم غير مبرر. وايضا ما يلزمناش نقولوا ليبيا ما فيها حتى شيء، ليبيا ثوره ومسلحه كما ذكرنا، ثوره والثوار الان معناها باقين على ما يسمونه ثغورهم وجبهاتهم، في حراك يفض بالسياسه وفي بعض الاحيان يتنفضوا باشكال اخرى. انا تقريبا ما يهمش شكون اللي يقصف الخزانات، لكن يهم انه هذه ممارسه معناها المفروض انه الليبيين او الحكماء من الليبيين يعرفوا ان هذه ثروه ليبيه في نهايه الامر، ما يلزمش اي يد. نحكيوا على الخطر، كل الخطر ما وراء الحدود وليس الحدود. سي بشير، يعني هل ترى انه الدول الجوار اليوم لازم تلعب دور اكثر قيمه واكثر فاعليه في الازمه الليبيه؟ نحكي على الدور الجزائري، الدور التونسي، الدور المصري، الامم المتحده ايضا هناك منادات رسميه بالقبعات الزرقاء انهم يكونوا موجودين اليوم في ليبيا لنزع السلاح لتامين المدن الكبرى. يعني بصفتك كنت ناشط هناك، كيفاش ترى الحل؟ باش نجاوبك، لكن قبل ما نجاوبك نرجع الكلمه ذكرها الدكتور اكثر مره، هي قضيه النمط المجتمعي. ممكن اللي شافوا واللي عايشوا النمط المجتمعي تقريبا في ليبيا معليش اختلاف كبير، معناها الليبيين متدينين تدين وسطي ممكن حتى فطري، فقضيه النزوع نحو اليمين بكل معناها التطرف، فما فئه وانصار الشريعه ممكن هم اللي يمثلوها، وزاد فما فئه اخرى قليله من الليبيين ممن عاش خارج ليبيا ولا من ما عندوش علاقه كبيره بليبيا ينزع الى مسائل متطرفه على اليسار. فممكن النمط المجتمعي تقريبا فيه حد ادنى من الاتفاق. احنا ممكن فيما يتعلق بتونس وما يمكن ان يكون حل او نشجع عليه،
هو قضيه تشجيع الحوار، لانه ما فماش مخرج ليبيا الا الحوار. فكل ما علت لغه السلاح الحل لن يكون قريبا، وممكن حتى لن يكون هناك حل. فممكن من دور تونس على الاقل كما نحكوا في الشيء اللي نجموه، معناها لانه اللاعبين يختلفوا معناها وزنا ومعناها تاثيرا في الحاله الليبيه. ايضا ضروري انه معناها يكون في فتنه تونسيه وتشجيع الليبيين على عدم الاحتكام للسلاح وفض كل المشاكل اللي عندهم بطريقه سلميه. معناها انا في رايي برلمان بين ظفرين ناقص شرعيه افضل من لا برلمان. تمثيليه سياسيه افضل من تمثيليه قبليه. تمثيليه قبليه افضل من تمثيليه اثنيه، هكا لانه من بعد التقسيم يمشي حتى الاثني، لانه فما جنوب وبعض القوى الغربيه اللي تدفع نحو معناها شكل من اشكال التقسيم برقه وقضيه الاقليم والناس اللي تدفع في الاتجاه هذا. ففي راينا انه يكون فما حد ادنى من تمثيليه سياسيه، معناها بالنظر للطبقه السياسيه الليبيه ونظر لطبيعه الثوره وللسنوات اللي العجاف معناها اللي مرت بليبيا. تمثيليه سياسيه منقوصه شرعيه افضل من لا تمثيليه. شيء اخر معناها لازم يكون التوانسه الكل معناها في تقديري واعيين به انه ليبيا جار معناها وحكمه معناها موجود بحكم التاريخ والجغرافيا. معناها هذا شيء طيب إذا كان هذا سي بشير الحكم مع الوجود بحكم التاريخ والجغرافيا، هل ترى أنه اليوم الدور العربي وخاصة دول الجوار فقط يجب أن يكون في حد المبادرة، أم أنه يجب أن يكون هناك يعني تدخل واضح وفعلي، باعتبار أنه الانفجار لا قدر الله لو كان حصل في ليبيا سيشمل بالتأكيد نيرانه، ستشمل دول الجوار تونس مصر والجزائر؟ هو تدخل مطلوب وتدخل واجب على القوى السياسية، خاصة على الأقل لما نحكوا على الجوار تونس وليبيا ومصر. لكن السؤال يطرح أي نوع من التدخل، لأنه تدخل أنواع. معناها أنت فما شكون يطرح قضية تدخل عسكري معناها خاصة الجزائري في ليبيا، معناها وهذا طلب حتى من مسؤولين معناها الليبيين بشكل رسمي حتى، ومعناها وتم معناها تقديم غطاء ممكن الجامعة العربية. لكن الجزائر معناها ما أحجمت على المسألة هذه مثلا. ماهيش أي تدخل عسكري سيكون انتحار بالضبط سياسي. هذا لكل الأطراف. لكن إذا كان ممكن يكون فما حل وتونس مش موجودة فيه، هل أنه تونس يلزمها تستنى الأوضاع في ليبيا اللي تهدأ بطبيعتها، وإلا لا اليوم يلزمنا ناخذ خطوات عملية فعالة من أجل وجود حلول على حجم تونس واضح، على مستوى الإرهاب، على مستوى التهريب السلاح، على مستوى يعني الحدود المفتوحة؟ هل أنه اليوم تونس يلزمها تخاف ويلزمها تحط خطوات عملية واضحة استراتيجية تكون واضحة المعالم تشعر التونسي بالاطمئنان، وأن يلزمنا نخليو الأمور نستناوها لين الليبيين يلقاو حل وحدهم؟ هو مؤشر أنه يكون فيه حل وما تكونش تونس فيه، هذا مؤشر أنه باش تكون في مشكلة كبيرة في تونس. فليبيا ما تنجمش تكون بمعزل على تونس. ويتحدث مثلا يتحدث الآن في تونس على مسار انتقالي وعلى بناء دولة وعلى انتخابات وعلى كل بقية معناها المسار الانتقالي في تونس، دون أن ينقي بالا إلى ما يصير في ليبيا أو يكون عنده حسابات لما قد يحدث في ليبيا. هذا وهم. هذا ما يعتقدش اللي ممكن نمشوا بتونس بعيد وليبيا ما هيش مستقرة، أو على الأقل ليبيا ما فيهاش الحد الأدنى من الاستقرار اللي يخلي العملية السياسية في تونس تتواصل. فأنا نجدد الدعوة أنه الناس الكل في تونس كل واحد من شيرته. معناها أنا لا نحكي على تكامل بين دولتين. ما نعرفش إذا كان في الجامعات التونسية مثلا فما برامج أو فما يدفع ببعض الطلبة للاشتغال على ما صار في ليبيا، على الشخصية الليبية، على كيفية بناء نظام اقتصادي مندمج. معناها هكا تتؤسس الأمور. المفروض احنا إذا مش نبعدوا على المسألة العلمية، المسألة العاطفية، وباش نأسسوا بشكل علمي شنية القطاعات اللي ممكن الاشتغال عليها من ليبيا باش نبدو، شنية المسائل المستعجلة، شنية الأشياء اللي ممكن نخلوها إلى فترة أخرى. نبدو بأن الدولة الليبية ترجع. هذه في وسط ليبيا. هذايا يا إما ننجحوا في هذايا، مش نحن في تونس، الليبيين ينجحوا بمساعدة نحكي على مساهمتنا احنا. إذا ما نجحتش العملية هذه راهو الدولة التونسية هي المهدد. أكيد هذا اللي قلته أنا. إذا كان احنا ما ساهمناش كنخبة سياسية وكمجتمع مدني في حل الإشكال الليبي بأقل الخسائر الممكنة، مش ما نقولوش خاطر لأنه الخسائر الآن نشوفوا فيها، ومعناها أقلها الخسائر الاقتصادية اللي ضاربة ليبيا ومعناها وتونس معناها والمبادلات. نعرفوا معناها الشريط الحدودي اللي معناها صيغة بطريقة أنه ما ينجمش يعيش من غير بعض. معناها هذا أمر طبيعي. فالمبادرة لازمها تكون مباشرة
للحل اللي هو معناها دعوة الليبيين إلى الاحتكام إلى العقل، إلى الاحتكام إلى المصالحة، والتحاكم إلى الناس اللي ممكن عندهم قبول من جميع الأطراف. وهذا ممكن فرصة باش نحاول ندعي الناس الكل في تونس إلى أنه يسموا بالقضية الليبية أو بالعلاقة بين تونس وليبيا على جميع الخلافات الموجودة بين كل أطياف الطبقة السياسية في تونس. العلاقة التونسية الليبية مقدسة، وهي فوق كل الأحزاب والتنظيمات في تونس وفي ليبيا.